هم فورا بياخدوا الاولاد فورا. عاشت مع الست اللي هي عاشت مع الست دي، هنقول اللي اتبنتها، بتقول جدتها، احنا مسمينها الجده. جدتها. انا طلبت جدتها دي كانت ايه الوحيده، الله يرحمها قبل ما تموت، يعني الوحيده اللي كانت دايما في صفي، الوحيده اللي كانت دايما كانت في صفي حباك جدا، اه، والوحيده اللي كانت موافقه ان احنا نتجوز. الاهل لا، والدها ووالدتها واخواتها كانوا رافضين. رفض تام بخلافات وبمشاكل كمان يعني. عملت ايه بقى عشان تتجوزها؟ هي تحدتهم. امم هي لما انا بصي اقول لك على حاجه، هو سنه 2005 ديت كان درجه اعجاب فقط، ما كانش في دماغي ان انا اتجوز بقى واحده ايطاليه. انا رافض فكره ان انا اتجوز واحده اجنبيه، عايز مصريه. مش عايز انا الجو بتاع بقى الاوروبيين والثقافه بتاعت اوروبا وكده، انا مش هينفع معايا الكلام ده تمام. لما لقيت دي في السنه اللي انا عرفتها فيها بتعمل كل اللي احنا بنعمله كمصريين وكمصريات، وزوجه فعلا، او قبل ما تكون زوجه كانت فعلا ماشيه في موضوع ان هي الاسلام بتسال عنه بدون ما انا يعني لما قلت لها انا مش هينفع اتجوز من اجانب. كانت مسيحيه. مسيحيه. انا مش هينفع اتجوز واحده مسيحيه، لا انا او واحده اوروبيه. لقيتها بتعمل كل حاجه وبتحارب على اساس ان هي تبقى فعلا ست مصريه. فلما لقيت فعلا الموضوع كده، وبالفعل راحت اسلمت بالفعل في جامع هناك في المسجد الكبير بتاع روما هناك. من الوقت ده بس يعني عشان الناس بس على السوشيال ميديا اختلط عليهم الامر، يعني طبعاً. هي اسلمت في فتره اعجابك بيها بالظبط، زي ما بيقول كده في فتره التعارف، بالظبط. ففي بدايتكم مع بعض. الميديا والتعليقات اللي على الميديا هم لا يفقهوا شيء في قصتنا الحقيقيه، كلها مختلفه خالص عن القصه هم الحقيقية. الفوا قصه، هم الفوا من فعلا، الخيال. والميديا وكمان نقدر نقول برضه في السوشيال ميديا او صحافه او كده، في قصص اتقالت مش كله ده مش حقيقي. الحقيقه حاجه خالص تختلف عن خش بقى في الموضوع على طول. اتجوزتها وتحدد